عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يراهن أو يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا عليه في الغيرة، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كما نطق بها عمر. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر مخالفا لرأي بعض الصحابة: أرى أن تضرب أعناقهم، بينما كان أكثر الصحابة يرون الفداء. فنزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يقول عمر: لما جاء عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بموت والده رأس المنافقين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وجاء ليصلي عليه، يقول: وثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال كذا وكذا، أذكره ببعض مساويه. فقال: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت.